السلام عليكم. حابب أتكلم النهاردة عن الطاقة الجنسية. ملف قد يظن البعض إن هو حساس وشائك، ولكن هو مهم جدا جدا في منتهى الأهمية. ليه؟ لأن الطاقة الجنسية هي طاقة الحياة، وجزء كبير من شغل الشيطان إن هو عايز يخرجها بأي شكل. تمام؟ عايز إن هي تحتبس في التشكرات السفلية وما تخرجش ويستفيد بيها الإنسان في حياته، لأن هو لو خرجها بالشكل المفرط عن طريق ممارسة العادة السرية، أو حتى للمتجوزين. شوف، حتى المتزوجين اللي يخرجوها بشكل مفرط في الجواز هتؤدي إلى الفقر، وتؤدي إلى إن هو حياته كجسد مادي وكواقع مادي مش هيبقى فيه حركة. لذلك هي الطاقة الجنسية مطلوب مننا اللي احنا نلتزم في استخدامها حتى لو متزوج. تمام. بس انا النهارده هركز في كلامي اكتر في الشخص الغير متزوج، سواء بنت او ولد. اغلب الناس خاصة في مجتمعنا العربي لما بيحس باستثارة جنسية، يا اما بينفر منها جدا، يا اما بيطاوعها جدا وبيفرغها على طول. وخاصة البنات بتخجل جدا من الشعور بالاستثارة، وكأنه حرام. هو أنا دلوقتي لو جيت شميت برفان معين أو جيت كلت أكل حلوة، هل الإحساس بيها ده حاجة غلط؟ ففي الواقع شعورك بالاستثارة ده أمر طبيعي جدا جدا جدا، زي شعورك بالجوع، زي شعورك بأي حاجة. هو مجرد إشارة إن تشاكرا الجنس منشطة شوية وفيها طاقة. تمام. بتحس بالاستثارة مرة في اليوم أو مرتين، ده طبيعي. لكن لو أنت غير متزوج الآن وحاسس بالاستثارة طول الوقت، أو بتحارب الشعور ده، يعني المشكلة مش إن أنت بتحسه بس، لا، المشكلة كمان إنك بتحاربه. طيب، حسيت بيها فترات طويلة، النهاردة الفكرة المسيطرة عليا أو اللي حاسه مسيطر عليا هي الاستثارة. تمام. انا هاجي دلوقتي هصعد طاقتي الجنسية، وهيبقى محطوط في فيديو منفصل ازاي اصعد طاقتي الجنسية. ليه اصعد طاقتي الجنسية؟ الطاقة الجنسية هي وقود، وتستخدم للشكرات العلوية، بتساعد ان هي تشتغل احسن، مرتبطة ارتباط قوي بالشكرة الحنجرة وبالشكرات العلوية اللي فوق وبالصحة بوجه عام. تمام. فلما اجي انا ابقى بقول عليها كلام مش سليم، او اجي اقول عليها تشاكرا جنس نفسها واعضاء التناسلية ما احبهاش، اللي يحصل ان الشاكرات دي هتحتبس تحت، وهتؤدي بالنسبة للسيدات الامراض كتير، زي كده امراض التكيس على المبايض واي امراض في المنطقة دي. تمام. فالحل ببساطة اللي انا اتفهم واتقبل وجود الشعور ده، وافهم هو اصلا بيبقى موجود ليه. هو بيبقى موجود ببساطة لان انا دلوقتي شاب، والتشاكرا دي منشطة، والشاكرا دي او الطاقة دي يا اما هخرجها بره يا اما همررها لفوق. تمام. ابسط حاجة ممكن اعملها مثلا اللي انا اسجد كتير. تمام. وهي مش حاجة تدعو اللي انا هحاربها، يعني هي مشكلة كمان يا جماعة ان هي ممكن مش بتبقى الطاقة بس هي اللي عالية، ممكن يبقى عندي مقاومة للفكرة فتزيد جوايا جدا. يعني اي حاجة هتقاومها هتزداد. فناخد بالنا، ناخد بالنا من موضوع الطاقة الجنسية دي، لان وهم ولعبة الطاقة الجنسية عندنا في المجتمع العربي بيجي الشيطان بيصعب شوية ظروف الزواج. تمام. ويجي يزرع في بعض الآنسات فكرة الحرية في اللبس. في نفس الوقت ظروف الزواج صعبة، وطبعا كل شخص حر يلبس اللي هو عايزه. تمام. دي ما فيهاش مشكلة. بس انتوا عارفين في قانون كوني اسمه الكارما، او اللي انت هتعمله من خير هتلاقيه، اللي هتعمله من شر هتلاقيه. وفي برضو قانون بيقولك انت حر ما لم تضر. فيجي يحصل ايه؟
دلوقتي انسة ربنا اعطاها من الجمال وكده، وهي بتلبس لبس ضيق بس من باب ان هي آه، حابة تحس بحريتها. ده شيء جميل. هي المشكلة في حاجة، انا دلوقتي لو ماشي في الشارع واغلب الناس بقوا لابسين ضيق ولابسين جميل، اوكي، فجيت انا دلوقتي، انتي بتفكريني بايه؟ بتذكريني بالشهوة الجنسية. ليه ده بيحصل؟ لان الذكر اصلا نظره مبرمج على كده، وان غض بصره. طيب دلوقتي لو واحد ما يعرفش ازاي يصعد طاقة جنسية، ودي مشكلته، يعني خلينا بس بنتكلم، احنا بنتكلم هنا من الناحية، مش من الناحية الدينية، بتكلم من الناحية المنطقية اكتر. تعال نوسع مدارك وعينا كده، ونتقبل بعض، ونسمع ايه إيه اللي بيحصل يعني. عشان اللي بتلبس ضيق جدا، يعني هي قصة مش في الحجاب اكتر ما انا ملبس لبس يبين مفاتني كلها. ليه؟ هنقول دلوقتي. ويا ريت بس البنات يبقى عندها صدر رحب ان هي تسمع الفيديو الاخر. انا لما اجي البس ضيق ويجي شاب، هو خدوا بالكم هو غلطان لان هو ما اتعلمش ازاي يتعامل مع الوضع، مفيش مشاكل، بس انا زودت له الدنيا صعوبة، حسسته بالعجز. انتوا مش ملاحظين ان اغلب البنات في الوطن العربي، وان كانت بتلبس اللي هي عايزاه، دايما تشتكي ان هي حاسة ان هي عاجزة، يعني ما عندهاش حرية تعمل اللي هي عايزاه؟ طب انتوا مش واخدين بالكم ان دي كارمة الموضوع ده؟ يعني ايه كارما؟ خلينا نفهم بعمق برضه. مش قصة اللي انا يعني انا دلوقتي جيت حسست كائن ما بالعجز، انا كمان هحس بالعجز. انتوا واخدين بالكم من الخطورة؟ فتيجي البنت هي بتعمل تصرف ونيتها خير، وخلينا متفقين في كده، ففي كام واحد في الشارع وانتي ماشية حسستيه بالعجز، وذكرتي له حاجة هو مش عايز يبقى منتبه ليها دلوقتي. نعم هو عنده إرادة حرة، اوكي، بس مثلا لو انا دلوقتي جعان او معيش فلوس، يعني انا دلوقتي جعان ومعيش فلوس، وجيتم قعدتوني في مطعم مليان اكل شهي جدا، ولنفرض ان انا بحب الشاورما، وبحب الفراخ، وبحب اللحمه، وبحب، اوكي، وانا معيش فلوس دلوقتي، يعني انا ربنا ما يسرليش الان اللي انا اقدر اشتري النوع ده من الطعام. ايه اللي هيحصل؟ عندي اراده ان انا ما اكلش برضو، صح؟ ايوه الاراده موجوده، بس اكيد هحس بالعجز ولو بدرجه. فاللي حصل اللي انا اذيت الانسان ده، فحسسته بالعجز. اي نعم، مفيش حد مسؤول عن حد، بس انا بقول الكلام ده عشان البنات نفسها. انتي بتجيبي لنفسك كارمة عجز وانتي مش واخدة بالك. ولنفترض دلوقتي اللي هتقولي مثلا طب انا حرة في لبسي واعمل اللي انا عايزاه. انتي حرة، بس انا كل اللي بعمله الان اللي انا بفتح لك اللي بيحصل. تمام. نفس الفكرة بالظبط لو عندك اخ عايز يجبرك على شيء، هو بيجيب لنفسه اجبار من نوع تاني. لو اب لو اب بيربي ابنه على الضرب، هو كمان هتلاقيه بيحس بالعجز في مناطق تانية. ده طبيعي جدا. تمام. فانا حبيت اتكلم بس عن الحتة دي، لان هي خدع بيقع فيها شبابنا وبناتنا. البسي اللي انت عايزاه، بس اعرفي ان ده اثرها. يعني لما تبصي في منطقة في حياتك، في مناطق عجز وكده، وفي مناطق فيها انت مش قادرة تعملي حاجة، تمام، اعرفي ان ده بنسبة ممكن يكون بسبب ده. وممكن تلبسي اللي انت عايزاه والشخص اللي قدامك ما يحسش بالعجز، فهو يتوقف. هل انا مسؤولة؟ يعني انا دلوقتي هل انا مسؤولة ان قدامي يحس بيا ايه؟ والله برضو السؤال ده بدرجة. يعني مثلا ركز معايا كده، عشان انا عارف ان ممكن الكلام ده
شوية ما يعجبش بعض البنات، بس انا عارف الشكر لله ان جمهورنا واعي. لو انا راكب في وسيلة مواصلات الان وقاعد جنبي حد حاطط برفيوم، مش هبقى مبسوط؟ صح. طب لو قاعد وحد عرقان وريحته مش حلوه، هو حر مش كده، بس بيأثر عليا برضو. تمام. يعني انا لو ماشي في الشارع وجيت بصيت لحد بصة مش وحشة، وجيت بصيت له بصة حلوة، انا حر بس بأثر برضو. اظني كلامي وصل. تمام. انا ما بحملش حد مسؤولية حاجة، انا بس حبيت اوضح ان الشيطان بيلعب في دي ازاي. اوكي. حاجة تانية بقى بالنسبة للشباب، برضو بيبرروا اللي هما بيعملوه، وبيحصل استنزاف في الطاقة الجنسية بشكل كبير جدا ومستمر. قد تكون يعني الشباب، ممكن شاب يعمل العادة السرية في اليوم 7 و8 مرات، فيستنزف حياته. هي الفكرة، مهما كان اللي انت بتسمعني وضعك في المنطقة دي بايظ ازاي، وانا عارف ان شباب كتير جدا جدا، يعني بيجيلي كتير في الجلسات شباب كتير عندهم مشاكل في الحتة دي، مش متقبل الموضوع ده، مش عارف يتعامل معاه ازاي. الحل ببساطة انك تتعلم مش تحاربها. الحل انك مش تحارب اي حاجة، اتعلم، العب رياضة، كل كويس، اتعلم تصعدها، لان الطاقة الجنسية مهمة جدا جدا في تقدمك على الجانبين المادي والروحاني. ربنا يا رب ينم عليكم جميعا بكل خير وفضل، ويجعلكم قادرين على التحكم في أنفسكم، وتوجيه فضل الله، وتوجيه ملك الله لينا، لأن طاقة الحياة دي ملك وهبة من الله سبحانه وتعالى في الطريق الصح. شكرا لكم.